بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة سنة الفجر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم في ليلة خشعت فيها قلوب المؤمنين وصدح فيها صوت قارئنا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. القارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني لقراءة من صلاة التراويح والقيام لعام 1432 للهجرة. اللهم أذقنا برد عفوك، اللهم ارزقنا لذة مناجاتك، اللهم ارزقنا الأنس بقربك، اللهم ارزقنا الأنس بقربك، اللهم ارحم عبراتنا، اللهم ارحم عبراتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم امحو خطايانا، اللهم اغفر زلاتنا. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا
العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر
وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأعطانا وآوانا وسقانا وكفانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين اللهم لك الحمد السرمد لك الحمد الذي لا يبلغه العدد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه
كما تحب ربنا وترضى. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذي الجد منك الجد. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، وفوق ما نقول. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، فلك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، فلك الحمد. أنت الحق وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أذقنا برد عفوك، اللهم أذقنا برد عفوك. اللهم ارزقنا لذة مناجاتك. اللهم ارزقنا الأنس بقربك. اللهم ارزقنا الأنس بقربك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبراتنا، اللهم ارحم عبراتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم امحو خطايانا، اللهم اغفر زلاتنا،
اللهم ارحم ذل مقامنا بين يديك. اللهم ارحم ذل مقامنا بين يديك. يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين، مددنا إليك أيدينا. إلهنا لا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران، ولا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. إلهنا إن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أحسن المتجاوزين، أتيناك بذلنا إلى عزك وبفقرنا إلى غناك. أتيناك وأنت صاحب الجود والكرم. أتيناك وأنت تعطي العطايا وتعتق الرقاب. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، وقفنا بين يديك نسألك جنتك، نسألك رحمتك. اللهم أعطنا ما سألناك، اللهم أعطنا ما سألناك، اللهم أعطنا ما سألناك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، وآباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم حرمنا على النار وآباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا، ومن له حق علينا، ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه. اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم في هذه الليلة المباركة الشريفة اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين، وهب المسيئين من نار المحسنين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وعن إساءتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله أوله وآخره، اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نشهدك وأنت في عليائك أننا نحبه ونحب صحابته ونحب أهل بيته. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم لا تدع لنا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أحسن المتجاوزين، يا خير الغافرين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا منتهى سؤالنا، نسألك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم نسألك أن تبلغنا ليلة القدر، اللهم نسألك أن تبلغنا ليلة القدر، وأن تجعلنا فيها من المستورين، وأن تجعلنا فيها من المقبولين، وأن تجعلنا فيها من المرحومين، وأن تجعلنا فيها ممن أعتقت رقبته من النار يا رب العالمين. يا من ملك رقابنا، يا من ملك رقابنا، يا صاحبنا في شدتنا، يا مؤنسنا في وحشتنا، يا صاحبنا في أمننا. اللهم اغفر زلاتنا وارحم عبراتنا، وتجاوز عنا وعن آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق خادم الحرمين بتوفيقك، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وارحم إخواننا في الصومال، اللهم ارحم إخواننا في الصومال، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. أنزل عليهم شآبيب الرحمات، أنزل عليهم شآبيب الرحمات، أنزل عليهم شآبيب الرحمات يا أرحم الراحمين. أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم واشف مريضهم وارحم ميتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم وكل إخواننا في ليبيا واليمن يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم وكل إخواننا في مصر يا رب العالمين، كل إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. عليك بأعداء الدين، عليك بأعداء الإسلام يا قوي يا عزيز. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ما ند عنا من الخير أن نسألك إياه فأعطنا إياه من غير مسألة، وما ند عنا من الخير أن نستعيذ بك منه فأعذنا منه من غير مسألة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار. جزى الله قارئنا خير الجزاء. ختاما، تقبلوا تحيات مؤسسة سنة الفجر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.